اما تقول لي فايد صح درب في افريقيا، درب المنتخب الجزائري، درب المنتخب المغربي، ولكن في افريقيا ما راحش معاهم بعيد باش نتفاهموا، زعما حدوا مع الجزائر دوزيام تور مع مروك، ما دارش حاجه كبيره في افريقيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم الدوكس تي في، اللي يتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري، كل ما يخص المنتخب الوطني الجزائري والمدرب الوطني جمال بلماضي، الذي لحد الساعة اللي راني نتحدث معكم فيها ما ردش رد صريح وإيجابي للفاف لكي تشوف مدرب آخر ولا. دونك جمال بلماضي راح في غيبوبة تامة، يعني قال لهم راكم في الماء وتلقى راسو راح عطى لهم الحل الواحد والوحيد، يعني سواء تخلصوني في الاشهر اللي راهم جايين ولا صاي نكمل حتى المونديال. دونك التصفيات راهي قريبه، ان تورنوا اللي راح تلعب هنا في الجزائر راهي قريبه، كوب دافريك المجيء لازم نخدموا المدى القريب والمدى البعيد للمنتخب الوطني الجزائري، كل شيء راهو مخلط مع بعضاه، ولازم على بالك يجي مدرب جديد لازم يعرف اللاعبين، يعرف الميكانيزمات، يعني كما يقولوا لازم يعرف صوالح في الجزائر وفي خاصة الكرة الجزائرية، ولا خاصة لازم يجيبوا مدرب يعني درب هنا في الجزائر ولا يعرف الجزائر. نعاود نوليو بالماضي اللي قال للفاف سواء تخلصوني في الاشهر اللي مازالوا ولا، يعني خاطر على لو كان يفسخوا العقد بالنسبه للناس اللي ما تعرفش يعني طرد تعسفي، يعني راح تخلص الفاف راح تخلص بيناليتي كبيره كما صارت مع رايفاتس وصارت مع العديد من المدربين اللي جازوا اللي مروا على المنتخب الوطني. دونك ما حبيناش نعاودوا نطيحوا في الفخ، هذا هو. بالماضي ماذا بينا لو كان يريح دار بزاف انجازات مع المنتخب الوطني الجزائري، لكن هو ذهنيا ماهوش يشوف روحه يكمل مع المنتخب الوطني. تما المشكل هذا ما لقينالوش حل، راك فاهم؟ حنا ماذا بينا بالماضي يريح، ولكن هناك ايادي خفيه تحب تنحي بالماضي. فهمتوا لي كيف؟ كان ايادي خفيه راهي تحوس تنحي بالماضي. دونك الحل الواحد والوحيد ان بالماضي يشوف لنا كما يقولوا يشوف لنا حل وسط، يعني يمد لو بيلون جينيرال ديالو واش قدم للمنتخب الوطني، ما هي نقاط الضعف نقاط القوه، ويروح كوم ان نون بروفيسيونيل، باسكو نحتاجوا الامور كيما هذه، باسكو ولا جبنا اونترينور يعني ما يعرفش الجزائر راح نطيحوا في حيره كبيره. لحد الان بالماضي لم يعطي الخبر الرسمي، ولكن الخبر الرسمي كامل على بالنا به ان بالماضي لن يعود الى الجزائر ولن يعود الى المنتخب الوطني الجزائري، مارغريتو الجزائريين كامل راهم حابين ان بالماضي يعودوا ليه. المدرب الجديد من هو؟ سيكون مدربا جديدا للمنتخب الوطني الجزائري، ويخوض غمار منافسات المنتخب الوطني اللي رايحين، اللي راهم قريبه بزاف. يعني المدرب الجديد اللي راه جاي سواء حالي لوزيت ولا لعنار ولا، يعني تداولت عديد من الاسماء على المنتخب الوطني الجزائري، عديد والعديد من الاسماء. دونك من هما من هو اللي راح يقود غمار المنتخب الوطني الجزائري، خاصه تونو ولا ريماجيا؟ هذه فرصه للناخب الوطني، سبحان الله العظيم، هذا اللي راه جاي عطاو له فرصه انه داروا له تورنوا كما يقولوا وديه في المنتخبات اللي تشارك فيها اسمه بوليفيا، جنوب افريقيا والجزائر، وكاين العديد من المنتخبات راح تشارك فيها، لكن صغيره، راك فاهم؟ راح يصحوا لنا بالك واحد دو تروا ماتش، حتى تروا ماتش، يعني اللي راح نشوفوا المنتخب الوطني مدى جاهزيته لدخول غمار تصفيات كاس العالم، كاس افريقيا، وكاس افريقيا القادمه اللي راح تكون في جونفي الماجي، فاهم؟ عندنا كاس افريقيا راح تكون قريبه بزاف باش نكونوا داكور، عندنا يا ربي 6 شهور خدمه تما نطيحوا فيها باش تفهموا. دونك مع الناخب الوطني الجديد يعني عنده فرصه في المباريات، ولكن كاينه حاجه لازم يعني يريغليو الملف تاع بالماضي باش يجيبوا اونترينور جديد، باش نلقاو كما يقولوا نلقاو المعالم ديالنا، باسكو دوك كيما راهي الجزائر راهي مبحره بلا اونترينور، كي يهضروا على بوقره يعني كما يقولوا مدرب استخلافي ممكن يعني، ولكن بوقره نشوفوا انه كمدرب رئيسي للمنتخب الوطني الجزائري مازال له خدمه ومازال له تجربه ومازال له خبره، ماراكري بين في كاس في كاس العرب اللي عنده بوتنسيال ويقدر يمد المنتخب الوطني. هو شخصيا قال لك انا ما نقدرش نكون مع المنتخب الوطني الجزائري، اخبار متداوله يعني ما سمعتهاش من فمه هو، ولكن الناس تقول باللي بوقره قال لهم باللي ما نقدرش الضغط للمنتخب الوطني، فيه ضغط كبير وانا راني جون. فوالا تما كيما نشوفوا بوقره يعني
30% 40%، ولكن شوفوا مدرب محنك لعب في افريقيا، عنده كؤوس افريقيا، عنده بالماراس كما يقولوا، ممكن انه يكون مع المنتخب الوطني باذن الله تعالى في الوقت القريب ان شاء الله. دونك ليكيب كما يقولوا الناس اللي راهي تسنى في بالماضي، نقول لكم باللي صفحه بالماضي 90% انطوت، سي بون، بالماضي ليس مع المنتخب الوطني الجزائري ولن يعود الى المنتخب الوطني الجزائري. آه، هناك هناك خيارات متداولة، خاصة هضروا في قناة الهداف، قال لك سيكون وحيد حليلوزيتش مدربا للمنتخب الوطني الجزائري. وحيد حليلوزيتش عنده كذا وكذا، ولكن نشوفوا مدربين محنكين اكثر من بعيد. اما بعيد ماهوش ذاك المدرب كما نشوفوا رونار. تقدر تقول رونار راهو مدرب كبير، راك فاهم. تقدر تقول رونار، تقدر تقول كاين بزاف مدربين داروا البصمه تاعهم في افريقيا، يسحقوا كيما هاد المدربين محنكين في افريقيا، يعني يعرفوا افريقيا وعندهم خبره في افريقيا. اما تقول لي فايد صح درب في افريقيا، درب المنتخب الجزائري، درب المنتخب المغربي، ولكن في افريقيا ما راحش معاهم بعيد باش نتفاهموا، زعما حدوا مع الجزائر دوزيام تور مع مروك، ما دارش حاجه كبيره في افريقيا. تما انا بيرسونيلمون شخصيا مش حنشوف بلي فايد راح يدير حاجه في افريقيا. احنا نحتاجوا مدرب في افريقيا، باسكو علاش دوك تفهم. دوك تقول لي مام حنا رانا ما نلعبوا افريقيا، نلعبوا ثاني كاس العالم. معليش راك تلعب كاس العالم راني معاك، بصح خويا العزيز كي تجي تشوف حنا عندنا معظم اللاعبين تاعنا يلعبوا في اوروبا، تما ما عندناش مشكل في كاس العالم. حنا عندنا مشكل في افريقيا، النيفو متقارب، ممكن نديوها، لازم نركزوا، لازم نخدموا، لازم نوصلوا. تما عندنا على بالكم باللي عندنا زوج خطرات، زوج نسخ نخرجوا من الدور الاول. تما هذا الشيء هذا راح تولي لنا عقده بلوتار. افريقيا كاس افريقيا راح تولي لنا عقده، تما لازم نركزوا عليها، وعلى الاقل ندوزوا من البريمير تور ومن بعد اسهل. باسكو شغل رانا نعانيو على بالكم في افريقيا، خاصه تقول حنا ما نسكنوش في افريقيا، نسكنوا في كاش كوكب واحد اخر، جابونا نلعبوا في افريقيا. لازم نركزوا خاصه في افريقيا، باسكو شغل كي تجي تشوف والله غير رانا نعانيو بزاف، خاصه الفرق تاعنا، الفرق الجزائريه عندهم لاعبين كما يقولوا عندهم امكانيات ولعبوا في افريقيا وعندهم خبره في افريقيا. لما لا شغل ندعموا بهم المنتخب الوطني الجزائري، وما تكون حاجه جديده في المنتخب، نفس جديده في المنتخب، راك فاهم. بصح وشنو هي لازم علينا البطوله الوطنيه كذلك يعني تتطور شويه، كما نشوفوا مولوديه الجزائر، اتحاد العاصمه، السيربي، كذا وكذا. كاين نوادي جزائريه راهي تبرز وتكامل واش عندها في افريقيا، وخاصه كما نقولوا اتحاد العاصمه. وكذلك باذن الله راهي جايه مولوديه الجزائر، راهي مكلاسيه بريمي. لما لا، هذه النوادي هذو راهم دايرين حاجه في افريقيا، دونك ماذا بينا لو كان كما يقولوا يبانوا لاعبين فيهم، يعني اللي يقدروا يدعموا المنتخب الوطني الجزائري باش نروحوا بعيد في افريقيا. باسكو صراحه في افريقيا رانا نعانيو بزاف. تما فوالا ليكيب هذا واش حبيت نقول لكم. شغل رحنا من المدرب، رحنا لافريقيا، دونك خلينا ابار افريقيا. كما قلت لكم المدرب الجديد لازم ماشي لازم يكون مدرب عنده حنكه وخبره في افريقيا والميادين الافريقيه والحيله الافريقيه خاصه. يعني بالماضي شفناه بلي ما عندوش حيله افريقيه، مارغريت داها في 2019 نشوفوا كانت عنده روح، لاعبين كانت عندهم روح كبيره، يعني كما يقولوا هنا كاين مشاكل ما على بالناش وين راهي، فهمت شغل كاين مشاكل في 2021 في 2024 23 كاين 23 بليتو، كاين واحد المشاكل ما على بالناش وشنو هي، فهمتوا. دونك ان شاء الله تريق هذه المشاكل هذو بالمدرب الجديد الذي سياتي للمنتخب الوطني الجزائري. خاوتي كما قلت لكم رد بالماضي على الفاف راح يكون لن اعود الى المنتخب الوطني الجزائري، باسكو مام هو ماهوش الاز مع المنتخب الوطني الجزائري، دونك اوتوماتيكمون ما راح يكون. واخوتي وصلنا جوست لافيت على الفيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم، وراح نبارطاجي بوكو بلوس تاع لي فيديو باش اي خبر راح نبارطاجيه معكم. دونك ما عليكم غير تابوني ودعموني في هاد لاشين يوتيوب، دعموا الماكسيموم، ابوني جام، وكاين الانستغرام تاعي اللي راه تحت في البايو ليكيب، ادخلوا عندي بدوا لي ان سيرتان سيبور باش نزيد نخدم. راح نولي ندير زوج حتى لثلاثه فيديوهات في السمانه، نحكي على المنتخب الوطني، على السبور، على ليكيب ناسيونال، على اللاعبين المحترفين في اوروبا واش راهم يقدموا، الانتقالات. تسمى راك راح تتمتع في هذا لاشين يوتيوب. دونك واش عليك غير ابوني خويا العزيز، خلي لايك على الفيديو، ومرحبا بك في العائله تاعنا. نلقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. طلعوا لي في روحكم والسلام عليكم.